ازيكم يا احلى نجوم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنتكلم عن توقعات يوم 9 مارس 2026. اليوم ده بصراحة من الأيام اللي طاقتها تعتبر قوية فلكيا شوية، وده لأن عندنا حركة مهمة للقمر خلال اليوم. القمر في بداية النهار موجودة في برج العقرب، وده بيخلي الطاقة فيها تركيز شوية وعمق في التفكير، خصوصا في الأمور اللي ليها علاقة بالشغل أو الفلوس أو القرارات المهمة. لكن مع مساء اليوم القمر بينتقل لبرج القوس، وهنا بقى الأجواء بتتغير شوية، ويبتدي يظهر حظ وفرص لبعض الأبراج أكتر من غيرها. يعني ممكن نقول كده إن في أبراج فرصها الأقوى في نهار اليوم، وأبراج تانية الفرص عندها بتظهر أكتر في المساء. خلينا كمان نبص بسرعة على باقي الوضع الفلكي. الشمس موجودة في برج الحوت، وعندنا عطارد متراجع في الحوت، وكمان الزهرة موجودة في الحوت، والمشتري متراجع في برج السرطان. كل التأثيرات دي بتخلي اليوم فيه شوية تفكير ومراجعة، وفي نفس الوقت في فرص ممكن تظهر فجأة لبعض الناس. لو جينا بقى نتكلم عن طاقة اليوم بشكل عام، فنقدر نقول إن في ناس كتير عندها مشاوير وإجراءات ليها علاقة بالشغل أو الفلوس. ممكن حد يخلص أوراق، أو يتابع موضوع قديم، أو يحاول يقفل حاجة كانت متعطلة. وفي نفس الوقت في حظ ممكن يظهر لبعض الأبراج، كأن كده في دعوة كانت مستجابة، أو هدف كان حد بيجري وراه بقاله فترة وابتدى يقرب إنه يتحقق. تعالوا بقى نشوف كل برج وطاقة اليوم بالنسبة له عاملة إزاي. برج الحمل، اليوم بالنسبة لك حلو جدا، في تيسير كده في الشغل والفلوس. ممكن كمان تسمع خبر ليه علاقة ببيع أو شراء أو عقد أو اتفاق. الحاجات اللي بتبدأ النهاردة ممكن تلاقيها بتكمل خلال يوم 10 أو 11. نفسيا كمان عندك قدرة إنك تقنع اللي حواليك بسهولة، لو عايز توصل فكرة لحد هتنجح في ده. كمان ممكن أحلامك تبقى ليها دلالة، فخلي بالك من إحساسك كويس. برج الثور، القمر في العقرب في بداية اليوم، ده بيخليك شوية حذر. ممكن يتعرض عليك شراكة أو قرار مهم، لكن الأفضل إنك ما تستعجلش في القرار خلال النهار. كمان حاول تبعد عن الناس اللي بتحاول تضغط عليك أو تنتقدك. لو قدرت تمشي يومك بهدوء ومن غير أي جدال، هتلاقي إن المساء بيبقى أهدى وأريح نفسيا ليك. برج الجوزاء، استغل نهار اليوم كويس جدا يا جوزاء. خلص مشاويرك وتعاملاتك وكل الحاجات اللي وراك. لو عندك مشكلة محتاجة حل أو موضوع عايز يتصلح، فالنهار مناسب لده. أما بالليل فممكن يظهر كلام عن شراكة أو موضوع مهني، وممكن كمان تكتشف حقيقة حد في شراكة معاك. المهم بس بلاش تتسرع في أي قرار. برج السرطان، اليوم فيه طاقة كويسة جدا ليك يا سرطان. النهار هيخليك تحس كده بنشاط وتقدر تخلص مشاويرك بسهولة. عندك كمان قدرة إنك تصلح علاقات كان فيها شوية مشاكل. أما مهنيا فممكن تنجح إنك تخلص إجراءات أو أوراق مهمة، فحاول تبدأ يومك بدري وتنجز أكبر قدر ممكن. برج الأسد، اليوم مهم بالنسبة لك في الشغل. دماغك شغالة وبتحاول تفهم الأمور وتمشيها صح. ممكن توصل لنتيجة حلوة أو تحس برضا بسبب تقدم في الشغل أو تقدير لمجهودك. أما بالليل فممكن يكون في وقت حلو مع العيلة أو زيارات، بس حاول ما تمضيش على أي عقود بسرعة. برج العذراء، اليوم مناسب جدا للمصالحات وتقريب العلاقات. عندك كده سرعة بديهة وذكاء هيخلوك تفكر كويس في أمور كتير. ممكن تلاقي نفسك بتفكر في شغلك وعلاقاتك وخططك في نفس الوقت. أما بالليل فممكن تهتم أكتر بالبيت أو ترتيب حاجات فيه. برج الميزان، اليوم في حركة في الشغل والفلوس. ممكن يكون في كلام عن حقوق أو مستحقات أو بيع وشراء. لو في خلاف مع حد ممكن يحصل صلح، ولو عاتبت حد هتعرف توصل وجهة نظرك كويس. كمان ممكن تشوف بداية انفراج في موضوع مالي. برج العقرب، اليوم مناسب ليك جدا، عندك طاقة وحماس وعايز تثبت نفسك. حاول تصحى بدري وتخلص مشاويرك عشان عندك قدرة على الإنجاز. ممكن كمان تحس بكسل بسيط في البداية، لكن بعد كده طاقتك هتتحسن جدا. اهتمامك بالشغل والفلوس واضح، وبتحاول تستغل الفرص. برج القوس، نهار اليوم ده محتاج هدوء شوية، فبلاش تدخل في جدال أو تاخد قرارات بسرعة. ولو عندك موضوع قانوني أو مهني ممكن يمشي لصالحك انت، لكن ممكن يسبب غيرة من بعض الناس. الأجواء بتتحسن أكتر بعد الظهر وبالليل. برج الجدي، استغل نهار اليوم ده في إنك كده تخلص اللي وراك وتقفل حساباتك، لكن يفضل إنك ما تبدأش خطوات جديدة مهمة. مع دخول القمر القوس ممكن تحس كده بتأخير بسيط في بعض الأمور، فخليك حذر
من كلامك وتصرفاتك عشان محدش يمسك عليك حاجة. برج الدلو، اليوم فيه اهتمام بالأمور العائلية أو الأوراق المهمة، ممكن يكون فيه عقد أو ترقية أو خطوة مهنية. كمان ممكن يحصل تغيير في حياتك زي سفر أو انتقال أو حتى تغيير نفسي إيجابي، وفي احتمال كمان إنك تشتري حاجة كان نفسك فيها. برج الحوت، يومك لطيف وإيجابي، عندك قدرة كده على التواصل حلو مع الناس وإصلاح العلاقات. ممكن يكون في موضوع قديم متعلق بعقود أو أوراق ده خلاص بيقرب من الانتهاء. الأفضل إن القرارات تكون مرتبطة بحاجات قديمة، مش قرارات سريعة جديدة. وفي الآخر بتمنى لكم كلكم يوم مليان خير وطاقة إيجابية. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد بنزله. دلوقتي هقول لكم باي باي.